يوم الجمعة ده كان له طعم تاني خالص يا ولاد، مش زي دلوقتي خالص. الجمعة زمان كانت يوم له هيبة. كنا نصحى بدري قوي قبل الشمس ما تطلع حتى. أول ما عيني تفتح أقول النهاردة الجمعة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقوم من على السرير على طول، مفيش كسل. أدخل المطبخ، أحط المية على النار وأعمل كوباية الشاي بلبن، وشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم. صوت الشيخ محمد رفعت ولا عبد الباسط يملوا البيت نور، والبيت يبقى هادي والجو كله بركة. أغسل وشي وأتوضى وأفرد السجادة وأصلي الفجر، وأقعد بعد الصلاة أقرأ سورة الكهف حتى بالراحة. مفيش جري، مفيش موبايلات، مفيش دوشة. بعد كده أبدأ يومي بقى. أفتح الشبابيك كلها، يدخل هوا الصبح النظيف، وامسك المقشة واكنس الشقة كلها وأقول مستقبل الجمعة ببيت نظيف. أمسح الأرض بمية وملح، ريحتها كانت تحسسني إن البيت اتطهر. وبعدها أدخل المطبخ بقى، شغل الستات الحقيقي. أطلع اللحمة من الفريزر واغسل الرز وأحط الشوربة على النار من بدري، وفي النص أسيب كل حاجة وأقعد أذكر ربنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قبل الظهر بشوي أجهز هدوم جوزي مكوية ونضيفة، وأقول له يلا يا حاج ألحق الجمعة بدري. وأفضل أنا في المطبخ أخلص الطبخ على نار هادية. ريحة الطبيخ تملى البيت وتحسسك إن الجمعة وصلت. وأول ما يرجع من الصلاة يبقى البيت كله هادي والأكل جاهز، ونقعد على السفرة سوا. بعد الأكل نعمل كوباية الشاي ونقعد قدام التلفزيون على برنامج ديني ولا خطبة الجمعة مسجلة. العصر بقى وقت الراحة، أمد رجلي شوية وأفضل أستغفر. والمغرب أرجع أنور البيت وأحط ريحة بخور وأعمل عشاء خفيف، جبنة قديمة وطماطم وعيش بلدي، وأقول قبل ما أنام الحمد لله على يوم جمعة عدى بالستر والبركة.